زمن بعيد قال فيلسوف ألمانيا الكبير شاعر وكاتب ومفكر وصاحب رؤيا فريدريك نيتشه، قال: إذا فقدت صدقي فقد عميت. ما يبحث عنه الشعراء، ما يبحث عنه الإنسان هو الصدق. في الصدق نكتشف الجمال، نكتشف النور والأنوار، نكتشف الحقيقة، نكتشف الأسرار الغائرة في نفوسنا جميعا. بالصدق وحده نكتب الشعر ونغني. إن شعبا لا يغني شعب محكوم عليه بالهزيمة. ليلة الشعراء دائما وأبدا تبحث في حناجر شعراء الجزائر، تبحث عن جوهرة الصدق. هذه الجوهرة أو هاته الجوهرة التي دائما نعلقها في جبيننا جميعا ونغني من أجلها ونجتمع من أجلها. في ليلة الشعراء الليلة أسعد باستضافة كوكبة جميلة من أجمل الأصوات الشعرية في الجزائر، فصيحا وملحونا. والنصوص أيضا سواء في الأعداد القادمة ستكون مفتوحة على اللغات الأخرى في الجزائر. هذا الكون الشعري المفتوح على التعدد والتنوع، ولكن دائما بحثا عن الجمال، بحثا عن الصدق. أسعد الليلة باستضافة كل من الشاعر والباحث في النقد الأدبي الأستاذ محمد لمين سعيدي. مرحبا بك أستاذ محمد. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة. شكرا. محمد لمين سعيدي شاعر أيضا حفر اسمه منذ سنوات عديدة، وكان له حضور متميز في عديد الفعاليات والمحافل الشعرية والأدبية على السواء، الشاعر عبد القادر مكارية. مرحبا بك. شكرا سعيد، مرحبا بك وبالشعر وبالشعراء. شكرا. يعطيك الصحة. شاعرة هي الأخرى لطالما سأل عنها الكثيرون وانتظروها، كانت ربما غائبة، كانت تحضر لأشياء أخرى. الدكتورة خيرة حمر العين. مرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ليلة الشعراء. هذا يعطيك الصحة. شكرا. وجزيل الشكر أرفعه أيضا لكل الذين يحضرون معنا في ليلة الشعراء، كوكبة جميلة من الشعراء، الأستاذ الشاعر سليم دراجي. مرحبا بك. شكرا صديقي سعيد، شكرا لهذه الليلة التي جمعتنا بأحبتنا من الشعراء، وهم لا يحملون إلا جمالا وشعرا تطرزه ورود المحبة. يعطيك الصحة. شكرا، بارك الله فيك، ومرحبا بك مرة أخرى الشاعرة نورة تومي. مرحبا بك نورة. شكرا على الاستضافة ومرحبا بالحضور الكريم. معكم نورة تومي من سيدي بالعباس، امرأة تطل على العالم بعيون جزائرية وتسبر أعماقه بقلب شاعرة. شكرا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك الشاعر نور الدين مبخوتي. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا بتواجدكم معنا وبهذه الأسماء الوازنة الفاعلة التي أشرقت شمس الشعر في الجزائر. بارك الله فيك الشاعر الشعبي المتألق دائما خالد شهلال. مرحبا بك. شكرا سعيد والسلام عليكم. سعيد أنا بين هذه الأصوات وإن كنت الوحيد الشعر الشعبي وإن شاء الله ستكون اليوم راك صوت متفرد. سعيد أيضا باستضافة الفنان عازف العود محمد حدادين، الذي دائما يعزف أو يكتب قصيدته بطريقة أخرى، يكتب بالوتر وبالنغم الجميل. يرافقنا في ليلة الشعراء اليوم المطرب عبد القادر عدة كي يكون معنا وكي يقول شعرا بطريقة أخرى تكون جمالية وتكون أيضا مرافقة للشعر. النغم رفيق الشعر والشعر هو روح النغم. لتكن البداية مع الدكتورة خيرة حمر العين. الكثيرون خيرة حمر العين يتساءلون: هل تخطفك النقد؟
هل تخطفتك الدراسات؟ أين خير أحمد العين شعريا؟ في الحقيقة لا يمكن أن يتموقع الشاعر، يجد نفسه دائما كالفراش يحوم في كل مكان، لأن الشعر في الأصل هو الذي يجعل الأشياء مشتهاة وجميلة ونقية وأبدية. وأعتقد أن الشعر هو أكثر المشاغل براءة، ولا يمكن أبدا أن نغيب عنه. ربما نغيب فيه، لكن أن نغيب عن الشعر لا أعتقد. أما فيما يخص تداخل النقد بالشعر، فأعتقد أن هذا هو الأجمل. أجمل ما يحدث للشعر هو أن يتلقفه النقد دائما، لأنه تيار مفتوح على الأبدية. وكيف نقبض على هذا الذي لا يقبض عليه، هذا الممكن المتأصل في جذور متنوعة كالمرايا المحدبة، هذا التفتت وهذا الفيض وهذا الممكن وهذا اللامتناهي وهذا اللانهائي، لا يمكن أن نقبض عليه. ولكن مع ذلك توجد دائما النظريات لا لتحيط هذا الممكن، نظرية النقدية أقصد، نعم. ولكن فقط لتجعله في المتناول إن صح نعم. التعبير. لكن هو حتى في تاريخ الشعرية العربية دكتورة خيرة فيه ما يسمى ربما في بعض الشعراء الذين اشتغلوا بالحرفة النقدية، يعني حتى من شعراء الجاهلية الذين كانوا يحتكم إليهم في إلقاء القصائد. وربما نذكر حتى الشاعر زهير بن أبي سلمى الذي كان يشتغل على قصيدته ينحتها وسميت الحوليات يعني. إلى عصرنا هذا فيه أدباء وشعراء اشتغلوا بالنقد واشتغلوا على رأسهم ربما أدونيس. ماذا يمكن أن يضيف النقد أو النظريات النقدية العلمية إلى الشاعر كتجربة في الكتابة؟ أعتقد أنه يعني أنت طرحت مسألة مهمة جدا اللي هي مواكبة النقد للشعري. نعم. لأنه يعني أنت ذكرت مثال كيف كان الشاعر الجاهلي ينقب في قصيدته حتى يعيد بناءها بناء سليما. نعم. لأن هذه الفطرة، أولا الفطرة تبحث دائما عن السليم وعن الكامل وعن المهذب إلى غير المجود. إلى غير هذه نقطة. النقطة الثانية هو أن الشعراء الجاهليين كانوا يعني لم يكن الشعر مكتوبا، كان ينشد، ولكن كانوا ذواقين، وكانوا حتى يعني امرأة امرئ القيس كانت ناقدة، وهنا أول جمالية التلقي نعم. ظهرت من هذا فكانت تنتقد شعره من خلال وصفه للخيل لجواده، تقول له أن فلان وصفه بكذا وأنت وصفته بالصوت وإلى غير ذلك. بمعنى ذلك أن الحاسة النقدية موجودة في الإنسان. نعم. وأنت يعني تريد أن تطرح هذا هما وجهان لعملة واحدة. نعم. الشعر لا يمكن أن يفلت من النقد، لكن نعم. النقد لا يجب أن يكون العصا التي تريد أن تصوب من المستحيل. ولكن أن يجتمع النقد والشعر في نفس واحدة، في موهبة واحدة صعب. دعيني أسأل محمد الأمين سعيدي، هل الناقد هو مبدع ربما لم يستطع أن يكون مبدعا جيد؟ هل هو يعني مبدع فاشل ربما؟ هذه النظرة التي تحاول أن تفصل ما بين الممارسة الشعرية والممارسة النقدية تكاد تكون نظرة عربية خالصة. نعم. لأننا عندما ننظر إلى الشعراء الوازنين عالميا وحتى عربيا نجد بأن هؤلاء جميعا كانوا يشتغلون بالنقد بشكل أو بآخر، سواء عن طريق الممارسة، عن طريق الكتابة في النقد، أو عن طريق بناء الوعي الشعري الذي يعني يستمد معارفه من هذا الجانب وهو النقد. كل الشعراء يعني كما مهدت أنت عبر التاريخ عربيا وعالميا كانت لهم في النقد آراء كبيرة. نعم. وشكلوا وعيا شعريا
من خلال هذه المعرفة حتى وإن لم يمارسوا النقد. بمعنى أن القول بأن الناقد هو مبدع فاشل مثلا، أنا أعتقد بأن هذا هو تعميم وحكم يحتاج إلى مراجعة. لا، لأنه فيه في حياتنا الأدبية فيه كثير من النقاد اعترفوا أنهم بدأوا كتابا للشعر ثم انصرف، مثلا لويس عوض، نعم، مثلا، وكثيرون يعني الأسماء نعم. كثيرة، أن الفكرة ثم انصرفوا إلى النقد، إلى الممارسة النقدية، وكثيرون كانوا يعني قاسين في أحكامهم، نعم، على الكثير من الشعراء والأدباء. هي الفكرة أن النقد هو مجال أو هو نهر، بينما الشعر هو نهر آخر، ويتقاطعان مع بعضهما في كثير من الأمور، هذا يمد ذاك. نعم. كما يأخذ الشعر من الكتابات التنظيرية النقدية، كذلك يأخذ النقد من تلك النصوص المبدعة التي تجترح في الكتابة حساسيات جمالية مختلفة. لكن لا أرى أنه من العقلاني أن نقارن بين مجالين مختلفين. نعم. المبدع في النقد هو مبدع في نوع من التفكير الذي يحاول، نعم، الذي يحاول أن ينظر إلى ما يجب أن تكون عليه الأشياء مثل ما ينظر إلى ما هي عليه، فهو يحاول أن يصبر السائد كما يحاول أن يستكشف الممكن والآتي وربما حتى المستحيل. الشعر هو عملية أخرى. إذن أن نقول بأن الناقد هو مبدع فاشل، هذا كلام ربما أنا شخصيا لا أفضله، ولكن نقول بأن الناقد الحقيقي هو مبدع في مجاله النقدي، كما أن الشاعر الحقيقي هو مبدع في الشعر، وهذان المجالان يتكاملان وينسجمان عبر التاريخ ولا يتناقضا ربما إلا في الواقع العربي الذي نعم. تفضلي أستاذ. حتى لا نقع في مغالطة الشعر والنقدي. نعم. هي ليست مناقض لبعضه، بالعكس أن الشعر في مجاله، الشاعر لا يمكن أن يكون منظرا، لكن المنظر يمكن أن يكون شاعر. هذا هو ولكن لا يمكن لشاعر أن يبدع النظريات يبدأها النقاد الكبار. سنعود إلى ذلك. أسأل صاحب القبعة الشعرية، ما رأيك والله قادر ميكاري؟ هي الأستاذ محمد السعيدي قال كلمة، هو كل شاعر، نعم، فيه داخل ناقد، هذه مفروغ منها، أكيد. لكن الآن العلاقة بين الشاعر والناقد أو بين الشعر والنقد هو أنه الشاعر هو النص الشعري وهو يمشي، نعم، يشعر أن الناقد يضع، بعض الشعراء أحيانا يشعر الشاعر أن الناقد يضع له الحواجز، وفي نفس الوقت ينزع عنه الحشائش من هامش الطريق. هذا شاعر جيد يستفيد من النظريات النقدية كما قالت الأستاذة. نعم. لكن الشاعر الذي ينظر إلى الحواجز فقط، يرى أن الناقد يضع له الحواجز فقط، ولا يرى أن الناقد أيضا ينزع له الحشائش الضارة من الطريق، هذا شاعر يتطور ويتقدم. مثلما النقد لا يكون بدون شعر، يعني يكون النص الشعري ثم يأتي النقد، هي دائما العلاقة يكون التنظير ثم يأتي نص الشعري الجديد. هي العلاقة جدلية. هي علاقة جدلية وإشكالية أيضا. دعونا نستمع إلى الشعر. أدعو بفرح غامر الشاعر المتألق دائما سليم دراجي. تفضل أستاذ سليم. سأقرأ قصيدة بعنوان لن أصدقكم، كتبتها يوم أن كان وطني يعانق اللون الأحمر القاني. سنة وسنة، وعلى صخرة اليأس يا ولدي يستحيل المدى نقطة من ظلام تؤبن سوسنة. الطيور التي رصعت أفقنا من زمان تقاسمها النفي والموت، لم يبق إلا الخراب وبعض الملاعب للقرصن. وتشابه لون الورود ولون الرماد، وها لم يعد ينطلي وجه ذاك التشابه ما بين غرناط والبوسنة. قال قائلهم
قال قائلهم والردى يعتليه الردى اقتلوا كل طفل أتى واسحقوا بذرة الأنسنة. مر عام وعام وعام والصباح اختفى خلف ذاك الركام. لم يعد كافيا غير أني أتوج عيني بداء العمى. لم يعد كافيا غير أني أشكل من جسدي كتلة من حديد، ومن نبض قلبي هشيما من الثلج أو صخرة والسلام. مر عام وعام وعام والظلام احتواه الظلام، والبلاد التي كنت أعشقها زهرة طوقتها الرياح بفصل التوتر قبل الفطام. نجمة كان يرشدني ضوءها، من رأى نجمة غار منها الغمام. ها فؤادي لها مثلما ظل في صدرها ملجأ للحمام. أيها الغيث لا تنهمر، أيها الغيث لا تنهمر، قد منحناك حق التقاعد لا تنهمر. كان يدرك أن المساء الأخير جثى فوقنا، هرم للجراح اتفقتم على وضعه فوق أحلاقنا. يا قلبكم من حجر. المساء الأخير ملخص أحزاننا، غابة للطحالب تنمو بأرواحنا. قالها في استياء ومر. والمساء الأخير أيا أبتي مسرح للجراح، يتربع في عرشنا ويلف علينا غباوته ويهش علينا بقبضته. هل تفيد الكداح؟ أي كف ستقرأ هذا المساء؟ ومن يقرأ الكف من ذا ينبئنا بانبعاث الصباح. يا طيور امنحيني الجناح وارفعوا سادتي عن عيون الوشاح. ارفعوا كي أرى بعض نفسي فقط، اخرجوا من دمي ساعة، حرروا معصمي ساعة، كي أرى أمة لا تجيد النواح. مر عام وعام وعام، من يفي بالحساب؟ سنوات من العمر يا لهفي تنقضي وتمر على عجل مثل مر السحاب. سنة للتصعلك في دمعنا، سنة للتدرب من باب ذكر على نسفنا، سنة للخراب. فيض هذه الأصابع أضحى دما، والأمان التي كنت أنسجها بركة من سراب. أبتي حان وقت التناوب والعرش أجسادنا، المسافات في وطن اتحدت، ذاقت الأرض حتى غدت قطعة من عذاب. أيها الوطن العربي، أيها الوطن الفوضوي، أيرضيك أن تنحني نخلة في مرابعنا؟ أيها الوطن العربي، أيرضيك أن تنحني نخلة للذئاب؟ قد أصدقكم، لن أصدقكم أيها الجاثمون علي، لن أصدقكم أيها السارقون ابتسامي، ويا معدمي قمرا كان بين يدي
لن أصدقكم، والثرى يشتكي للثرى لن أبرئكم، والقتيل أبي. سأرى الشمس تطلع من قبر والدتي، وأرى البحر يأخذ زرقته من صفاء ابنتي. يومها لن أصدقكم، لن أبرئكم يا الذين محوا بسمة الطفل من شفتي، يا الذين محوا بسمة الطفل من شفتي. شكرا. عود على بدء. كنا أستاذ عبد القادر، كنا فيما مضى تحدثنا عن الحواجز التي ربما أو ما يتوهمه بين قوسين الشاعر أو المبدع، من أن الناقد يضع الحواجز أمامه كي ربما كي يعيقه عن بلوغ ما يريده. لكن في النهاية، في ضوء العلاقة هذه الجدلية بين كما قال الدكتورة النقدي والشعري، دائما نبحث عن الدرب الأجمل لعلاقة صحية بين النقدي والشعري، أليس كذلك؟ هو النص الشعري كالماء ينساب ويجد السبيل. نعم. سواء وضعت له العراقيل كما يعتقد بعض أو لم توضع، لكن العلاقة بين النقدي والشعري إذا كنت تطرحها مثل ما طرحتها في الأول على الدكتورة، لما تلتقي في شخص واحد، نعم، هنا فيها قول. أما أنه هذا ناقد فقط، نعم، أو أنه انطلق شاعر ثم تحول إلى النقد، فيها قول آخر. أنا أعتقد أنه الناقد أو الشاعر الذي يضع كما قلت أنت القبعتين، مع احترامي للأستاذة والمحمد الأمين، أنا لا أقول أنه مبدع فاشل، أنا أرى أنه مبدع نوعا ما ضعيف، أو مبدع نوعا ما أستطيع أن أقول أنه نوعا ما جبان، ما لا يستطيع مواجهته في نصه الأدبي يواجهه في عمله التنظيري أو النقدي. لأنه العلاقة مع النص الشعري علاقة تختلف تماما عن العلاقة مع النص النقدي أكيد. أو العمل الأكاديمي. فالعلاقة مع النص الشعري تتطلب نوع من الشجاعة. الشاعر يعري نفسه للآخر، صحيح. الشاعر يتعرى أمام العالم، لكن الناقد يختفي وراء نظريات وتنظير وتاريخ وغيره. ولكن الشاعر لا علاقة له بهذه الأشياء. الشاعر يكتب نصه ويرميه، والشعر كما قلت الشعر كالماء يجد الطريق دائما. يبدو أنه الدكتورة خيرها لا تشاطرك الرأي. لا، أنا في الحقيقة يحيرني هذا الطرح، لأنه إذا تذكرنا قول المتنبي: ويسهر الخلق جراها ويختصم. معنى ذلك أن الحاسة النقدية هي حاسة أزلية، هي حاسة نعم. تتبع الخير والشر، تتبع نعم. الحسن والسيء، تتبع نعم. الجميل والأجمل، تتبع من باب هذه تجويد. الرغبة، مسألة التجويد يعني. بغض النظر عن ذلك، أنا أبحث في النص عما أشتهي، عما أحب، عما ألتذ بهذا النص. نعم. أنا لا أبحث لا عن عقبات ولا أريد أن أزعج الآخرين. لكن إذا تحدثنا عن النقد المؤسس أكاديميا، فهو نقد يعود إلى مختلف المناهج. نعم. لكن هناك مسألة مهمة جدا، هناك منهج قابل للتطبيق. نعم. يعني أنت لا تأتي بالمنهج وتطبقه. فشلت الكثير من الدراسات التي جاءت بالمنهج كما هو وحاولت تطبيقه على أنه. نعم. لذلك نشأت ما يعرف بجمالية التلقي. نعم. جمالية التلقي حررت الناقد من سلطة المنهج والنظرية، وأعطت له حرية الممارسة، مداعبة النص. نعم. وأن يدخل النص في الناقد في حوارية مع نعم. مع النص. نعم. يدخل في حوارية القراءة التفاعلية. نعم. التي تنتج نصا آخر. وهنا يصبح المبدع الناقد مبدعا، أو الناقد مبدعا ثانيا. جميل. ولكن معذرة، أريد فقط أن أذكر بنقطة مهمة في هذا المجال حتى لا نخلط من خوف بعض الشعراء يعتقدون أن الناقد يريد أن يفشل هذه الزهور أو هذه البراعم الصاعدة. بالعكس، نعم. أنا كناقدة الآن
بغض أبحث عن أصوات ألمها من كل مكان وأؤسس لنظرية جديدة في الشعر الجزائري المعاصر. محمد لمين سعيدي، أسمع رأيك بعد أن نستمع إلى شاعر مجيد، شاعر له حضور بهي في المشهد الشعري الجزائري، خاصة في الشعر الشعبي. أدعو بفرح غامر الشاعر خالد شهلال. تفضل خالد. قصيدة شرع الله. سبحانك كامل العطاء، جود عليا اليوم واعتق انفاسي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. جيشك قضا وما بطا، كاسي البطاح ما نجا منه قاسي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. ليك الدعوة اليوم لبي والسمعي، راني داعيك للشرع. شوفي حامي من قبيلك وخشعي، ما درتي بان ونسمع. خبرك مروي جاش عامات الشبعي، ما جلبتي في الوسع. ويحك طحتي مورطة، لا قاضي لا عدول لا حمية ناسي، ولا جيهان واسطة يفدوك اليوم من هوالي ودواسي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. خدموك قوام ملكوك على شبعة، وضحى وجسات خاشعة. طوعتيهم كي البهايم في الرتعة، لهثوكي ذياب جايعة. طمعوا من ذل طاعتك عز وشيعة، بخسة النفوس طامعة. عشتي جبرة مسلطة، وكلتي في القضاء الشيطان العاصي. وجنوده ليك ناطة، والنفس تليثك تصبح وتماسي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. وهمتي في القرون مولوك اندفعوا، ذابوا رابوك الشمع. بناو قصور بالجماجم وارتفعوا، ونعبدوا كره لا نفع. فناو على هواك غبروا ونخدعوا، رابوا ذابوك الشمع. ماذا من كروش لاهطة، تتوسد الموال والصبح تساسي. ماذا ملاك قانطة، تناسى والحلال وهو ومعاصي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. ماذا فرسان في جحافلهم شاعوا، ملكوا سادوا في البقاع. خشاهم من الفطيم وعداهم ركعوا، ورهنتيهم كي الوداع. غويتيهم بالعوارم وانباعوا، بين الطاسات والقرع. وعلى ليهم هابطة، والظل مضوع عزهم ولا ماسي. صبحوا جثة محنطة، شي في مطمور شي معفن في حاسي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. شي من قبروه في قصر ولا مرجع، شي في قبة مرصعة. شي من حرقوه صار غبرة وتزرفع، شي من صلبوه بدعة. شي من هملوه للهوايش وتقطع، شي في ركنان بلعة. العوام عليك ساخطة، وانتي تزهاي في ملاهي وعراسي. بين جواريك باسطة، واهل التيجان جو بنسا وطواسي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. وين النمرود والفراعين جماعة، ملكوا الامصار والنجوع. وينو هامان وين قارون تباعة، جمعوا الاموال والريوع. وين جبابير نوح قوم التباعة، كفروا بالموت والرجوع. الدنيا الساقطة، عفنك غزير ما خفى خزو كاسي. دنستي وين حاطة، درتي الفتان والخلق بيك يقاسي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. ماذا مرواح وادعت بلا داعي، غذيتي حروب فاضعة. قبيل غزا قبيل وبليسك ساعي، ستقولوا في المبايعة. قبور على قبور نبتت مراعي، ماتوا بقلوب خانعة. ماتوا شلا مفرطة، شلا نحكي ما يورخ قرطاسي. احكي لي باه شارطة، واعطي ميعاد ما يصدك عساسي. شرع الله يا ام الخطا، عفي بري وجرتك سبت باسي. قولي صح الكلام وهداي وطيعي، ماليك اليوم مانعة. وين جهودك وين ساعيك المدعي، وين وكيل المرافعة.
قالت خذ اليقين راني في وسعي يا ويل اللي ما وعى، ما درت حوال غالطة سري في الثاني يشتهالي والناسي، أنا دنيا ملقطة سوايع ويام نشطوهم جلاسي، شرع الله يا أم الخطا عفي بري وجرتك سبت باسي، مالي يا ذنب ما تلبس لي بدعة، أشاعر حيد لا تضيع، ترثيف اللي ما استاهل للدمعة، هذوك ضعاف بالجميع، عماو على الفروض والداو المتعة، أهل الزقوم والضريعة. قلت لها علاه شاطة ما نقبل ذي العذار ما يدخل راسي، ضيقت عليك ضلوطة صرتي بعوض فيك ما مش قنباسي، شرع الله يا أم الخطا عفي بري وجرتك سبت باسي. قالت لي كون في حكامك متواضع ولا يغروك يا شجيع، هذو خلقا ما اصطفوا في جوامع، ما خافوا النافع البديع، علاو مسامع الغنى جنب صوامع، عباد الزين والوليع. ياتوني جميع كالقطع ينصاعوا لي ذلال خافوا تتراسي، ومخالبين الماشطة ما يفلت حد من قواذف قواسي، شرع الله يا ام الخطا عفي بري وجرتك سبت باسي. زينك الشاع قلت لي هاي يتبسع، يوم تجينا الواقعة نلتموا من الحوت قدام الواسع، والخلق تنوض هالعة، وعدوك يتر فيك وحبيبك تالع، معتاها ليك فاجعة، خرتك تجري مشرمطة ما تتجبري حذاك نعاري واسي، عيشة ضنكا وصامتة يرجاك الله مغفل ما هو ناسي، شرع الله يا ام الخطا عفي بري وجرتك سبت باسي. قالت لب الحديث نعطي لك بطبع كونك فصيح شيعو، يوم المحشر جميع مراني يفزع ما يرجاني نمنعو، ندرق على العيان ما نحكم موضع ننكر عباد ضيعو، تعودوا صالي مربطة في بركة ملحمة وتنزاز نجاسي، ذاتي بقعة مصوطة ما نحصي من الوقات سحوي ونعاسي، شرع الله يا ام الخطا عفي بري وجرتك سبت باسي. كفيت اليوم ذا القضاء حال جمعة ورويته في المنازعة، وربى هذا القصيد من وحي الصنعة، وقوافيا البارعة منشود نويت بيه ننجي من الروعة، يوم الأرواح طالعة يوم هوالو مخلطة، يوم تري بركان يعلى قنطاسي، يجعل روحي محوطة يوم هموم الحوت مثل لساسي، يوم من ذاتي مقمطة ارحمني من عطاك حلال الباسي، بالمغفرة مخيطة وملاك العرش ذا حضين الوسواسي، ونعمني ايام قاسطة ننعم خير الجواد وضميري حاصي، نرجى توبة منشطة ونعايم شاهد العقل فيه خلاصي، يا ربي النفس ساقطة طمنها من حماك يوم القصاصي، بجاه السين عينطة وجميع حروف شبحوا لي كراسي، الجردة والمنقطة قفا والمعن في مقاصد قياسي، شيخي يدوم بسطة بويا عز الونيس يا خير ناسي، اسمي القصايد غطا خالد شهلال درت من نظم رصاصي، شرع الله يا ام الخطا عفي بري وجرتك سبت باسي. يعطيك الصحة خالد شهلال، شكرا جزيلا. هذه القصيدة التي هي آية في النسج وآية في المتانة. احنا ربما سنفتح ملف نقد الشعر الشعبي لأنه موضوع مهم أيضا في الشعرية الجزائرية. أعود للأستاذ لمين سعيدي، قل ما شئت، يعني كنت فيما سبق نعم حاب تعقب ربما طبعا كتعليق على ما قيل. نعم دائما في الحديث عن النظرة إلى العلاقة ما بين النقد والشعري، أود أن أوضح بأنني أتحدث عن النقد ها هنا كمعرفة ضرورية بالشعر، النقد باعتباره معرفة شعرية خالصة، ولا ريب أننا نشير مثلا إلى أن الكتابة الشعرية ليست مجرد تعبير عن الذات أو توصيف للعالم، بقدر ما هي وعي عميق أيضا بخصوصية الشكل الشعري وبالاحتمالات التي يمكن أن تحتويها القصيدة. نعم. ولذلك عندما نتكلم عن النقد ها هنا لا باعتباره الدراسة أو باعتباره التنظير أو غير ذلك، وإنما النقد هو تلك المعرفة التي تمكن الشاعر أولا من إدراك أدواته
ومن تقديرها وتدفعه دفعا صوب تطويرها من أجل كتابة نصه المستحيل. وعندما أقول نص المستحيل جميعنا نكتب، وأنا أتمثل في هذا الباب بالبيت الجميل لامرئ القيس عندما قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عيناك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. وأقول نحاول شعرا لأن الكتابة الشعرية لا تسير في مسالك اليقين وإنما تسلك مسالك الحيرة. والشاعر الحقيقي طبعا هو ذاك الذي يشك في نصه قبل أن يشك في نصوص الآخرين. الكتابة بهذا المعنى هي محاولة لبلوغ الكمال مع إدراكنا العميق بأننا بشر ناقصون. ما رأيكم لو نستمع إلى قصيدة غنائية إلى الجمال مع المطرب عبد القادر عدة؟ عقلك لا تخمم لا تكون حزينة، مكتوبك في يد المولى صاحبي وعلاش تحير، واضحك للدنيا تضحك لك لا تخمم لا تكون حزينة، مكتوبك في يد المولى صاحبي وعلاش تحير، الإيمان في قلبي والأمال قدامي، الإيمان في قلبي والأمال قدامي، نخدم ونعمر الفرحة ساكنة بالي، نخدم ونعمر الفرحة ساكنة بالي. ربي عطاك الخير حنن قلبك لا تقساش، دير الخير وما تنساش مول الشر ربي يهديها، وتهلا في والديك بهم تربح وتنال، الزوج محسوبين عليك وما تعبوا عليك يا دلال، الإيمان في قلبي والأمال قدامي، الإيمان في قلبي والأمال قدامي، نخدم ونعمر الفرحة ساكنة بالي، نخدم ونعمر والفرحة ساكنة بالي. اللي يختب لا تسمع ليه في حديته ما يسوى شي، إلك منه وبعد عليه كلامه مر ما يحلى شي، إلا تقلقت راك تندم وإلا صبرت ما تخسر شي، الشدة في يد الله من غيره ما كان حبيب،
الإيمان في قلبي والأمال قدامي، الإيمان في قلبي والأمال قدامي، نخدم ونعمر والفرحة ساكنة بالي، ونخدم ونعمر والفرحة ساكنة بالي. وهذه دعوة للفرح، دعوة للجمال. في هذه الأجواء أدعو الشاعرة نورة تومي. لك ضحكتي إغماضة العين اليسار، إشارة كالهمس تسرقني إليك وتستبيح، ولا أرى غير التواءات المسافة. في يقظتي أمشي محطمة المنام، وكم أغض ولا أسير، فلا مظلة من حرير تطير بي، ولا مطار ولا وطن، ولا بعض الطريق به انعطافا. كتبوا تريث، صحت لا يأتي كأني ما دريت، وكم قرأت بكفك المعنى يقارب ضفتين، من المجاز إلى المجاز هل اكتفيت؟ أقولها وأفك رمزك مرتين بشفرتين كما الشفاه، مبللات بالندى وكالسفرجل وقت ينضج كالصلاة، وأتقن اللغة الخرافة. أتراني في التأويل بارعة عساي؟ وإنما أنا مذ عرفتك لا قماش يليق بي، ولا قصصت بلا شذاك، ولا قميص ولا قيافة. لا بحر يكفي للرسائل كي تجيئك في زجاجات صغار، ولا زواجل، لا ولا حتى مطر. وأكاد أفترش السواحل كي أراك ولو غريقا، دون عرسك يا فتي أكاد أفترس القمر. يا لوحتي يا لوحتي بين اشتباك الراسمين على الرمال، ألا تعال ألا تعال، وصداك قال ألا وآل ألا وآل، وليس منك إشارة ولا لعطرك من أثر. شكرا جزيلا الشاعرة نورة تومي. من عموم النقاش الذي تداولناه فيما سبق بخصوص النقد والشعري، فيها آراء تقول أنه النقد الأكاديمي خاصة في الجامعات الجزائرية في أقسام الأدب العربي في دراسات الماجستير والدكتوراه متخلف عن المشهد الإبداعي إن في الشعر أو في الرواية، لأنه متوقف زمنيا عند مجموعة من الأسماء المكرسة سواء في الشعر أو في الرواية. ما رأيك؟ لا، هناك مغالطة. يعني نحن في السنوات الأخيرة، وهذه من تجربتي أنا، نعم. أعطينا فرصة للطلبة الباحثين في الدكتوراه والماجستير والماستر أن يتوجهوا إلى دراسة الأدب الجزائري، نعم. شعرا ونثرا ورواية وقصة يعني ومسرح. الرواية وإلى غير ذلك، نعم. لأنه لا نقول اكتفينا، لأنه في البحث لا يكتفي نعم. الباحث أو الطالب، ولكن كرس النقد المشرقي زمنا طويلا. يعني درسنا صلاح الصابور ودرسنا أدوليس، أكيد. الآن العودة إلى البحث في خصوصية الكتابة الجزائرية. لكن حتى على مستوى الأسماء الجزائرية ليس هناك توقف عند مجموعة من الأسماء المكرسة؟ خطأ. يعني صحيح أنه أحيانا نجد ميل ربما إلى بعض الأسماء، ولكن الناقد الموضوعي لا تهمه الأسماء، يهمه النص. دعونا في ليلة الشعراء نعود إلى الذاكرة. شاعر من الذاكرة اليوم الممثل بوحجر بوتشيش يستحضر معنا الشاعر الجميل لبيد ابن ربيعة. بلينا وما تبلى النجوم الطوالئ، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع،
وقد كنت في أكناف جار مضنة ففارقني جار بأبرد نافع فلا جزع إن فرق الدهر بيننا وكل فتى به الدهر جزيع فلا أنا يأتيني طريف بفرحة ولا أنا مما أحدث الدهر جازع وما الناس إلا كالديار وأهلها بها بما خلوها وغدوا واقع وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحول رمادا بعد إذ هو ساطع وما البر إلا مضمرات من التقى وما المال إلا معمرات بائع وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع وما الناس إلا عاملان فعامل مقتبل ما يبني وآخر رافع فمنهم سعيد آخذ بنصيبه ومنهم شقي تعيس بشقائه أعود إلى لمين سعيدي. ما رأيك أستاذ لمين فيما يتعلق بالممارسة النقدية اليوم؟ مثل ما تفضلت الدكتورة أنه فيه ربما توقف، خاصة ويعني حتى نتكلموا بصراحة، في توقف عند مجموعة من الأسماء التي تكرست سواء في الرواية أو صحيح. في الشعر نعم. في الدراسات، خاصة من نتكلم الدراسات الأكاديمية، لأنه في الجزائر الآن ما فيش ربما دراسات انطباعية نعم. فيما يتعلق بالنقد الأدبي. نتكلم عن النقد الأدبي الأكاديمي في حالة توقف عند مجموعة من الأسماء نعم. المكرسة، نقدر نقول جيل السبعينات مثلا نعم. فما تحت. نعم، هو بداية أرى أنه لابد من التفريق في الحديث عن الممارسة النقدية في المشهد الجزائري بين ما هو دراسات أكاديمية وبين ما هو متابعات نقدية. ولذلك عندما نتكلم عن باب الدراسة الأكاديمية حتى لا يعني نغمط جهود الناس كما أكيد. أشارت الدكتورة، هناك الكثير من الجهود التي تقدم وغالبا ما تكون جهود فردية، وأحيانا أو ربما نجد أصحابها يعني ينفقون المال والجهد من أجل تقديم هذه الدراسات إلى القارئ. نعم. هذا في مجال الدراسة، لكن في مجال المتابعة النقدية صراحة أنا منذ أقل من شهر كتبت مقالا في الصحافة بعنوان النقد المستقيل في الجزائر، لأن هناك الكثير من الأعمال الأدبية التي تصدر وتمر عليها السنوات الكثيرة دون أن يكتب عنها يعني ولو مقال واحد في جريدة. نعم. وهذا يعني يأخذنا إلى الإقرار بأن النقد في الجزائر يعيش نوع من الغياب، وهو إذ يغيب عن متابعة النص الأدبي كذلك يوسع تلك الهوة السحيقة التي صارت ما بين القارئ والنص. ولذلك ربما نقولها بكل أسف في أننا اليوم في الجزائر
نتحول إلى فيما يتعلق بالقراءة إلى مشهد معاق، الكاتب هو نفسه القارئ. ولعل المثال المخجل هو مثال الملتقيات الأدبية التي تجد المشاركين فيها من كتاب ومبدعين ونقاد هم نفسهم الحاضرون والمستمعون وغير ذلك. ويعني صار من الكاريكاتور عندما تنظر إلى صور الملتقيات أنها تركز على المنصة، لأنها لو ركزت على الحضور لكان كارثة. نعم. إذن نقول بأن هناك غياب للمتابعة النقدية. فيما يتعلق بتكريس الأسماء، أنا أعتقد بأن هناك عصابات في مجال الأدب. عندما أقول عصابات تحاول أن تكرس لنفسها الحضور في المشهد والحضور في الدراسة والحضور أيضا في المنابر الإعلامية المختلفة. أكيد. وطبعا مثل هذا الكلام يزعج، ولكن لا بد من أن يقال. أكيد. يعني يجب. في مقال قريب وهو يعني أزعج الكثير من الأصدقاء والكثير من الناس المتابعين. أنا كتبت مقال في عمودي بصحيفة الحدث، كتبت مقال بعنوان عصابة الرواية عصابة الشعر. يعني هناك نوع من اللوبيات الجديدة التي تحاول أن تفرز خطابا معينا لا تهم جودته ولا جماله ولا مقدار يعني الاشتغالات الإبداعية التي فيه، وإنما يهم انتماؤه إلى شلالية معينة. إذن هذا الكلام يقال. طبعا نحن في حصة نتكلم بكثير من التعميم، ولكن في كثير من المقالات نشير إلى الأسماء التي تقصر، أنا أذكر هذا فقط، تقصر في الحضور نصا، ولكنها تعرف كيف تحضر في المشهد وكيف تشارك. نعم. هذا مهم جدا، لذلك أنا طرحت السؤال، يعني حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين. يعني فيه ربما كاتب يعمل رواية يدرسوها الطلبة 10 دراسات أو 20 أو 30 دراسة، بينما فيه كتاب آخرون لا يقلون أهمية ولا يدرسون. أنا أشير إلى ظاهرة لو سمحت سعيد، ظاهرة جديدة، وهي الحرب على عمل معين أو على كاتب معين. وأذكر تحديدا ها هنا الروائي الكبير الحبيب سايح. يعني مؤخرا أصدر روايته يعني كولونيل بربر، وأنا شخصيا قرأتها، وهي عمل جميل جدا وعميق جدا وفيه الكثير من الاشتغالات الجيدة وقامة إبداعية. ولكن الحرب التي قامت في الساحة ضد هذا العمل غريبة جدا. يعني المفروض عندما يظهر عمل إبداعي يشرفنا كأدب جزائري أن نحتفي به ونسعد، ولكن دائما يتعامل مع النصوص الجيدة من هذا المنطلق، ولذلك تحارب. أنت تحتفي به، أنت تحتفي به، الاعتراف بالنص المهم. نسمع رأيك دكتورة، وأكيد أنه أستاذ عبد القادر ميكاريا له ما سيقول في هذا الموضوع، ولكن بعد أن نستمع إلى الشاعر الجميل نور الدين مبخوتي. مرحبا بك. الأعشى بيننا برزخ مارج كالدخان، بيننا برزخ مارج كالدخان، طواسين صمت رجيم. فهل سيؤهلني الشعر، فهل سيؤهلني ورق الشعر، هذا السنن المفدى، لكي أمسح السرو بالفرحة. يحلم الشريان بنورسة، يحلم الشريان بنورسة تتشكل تحت عزيف المصائد. طوبى لها، هي موئل صحو، هي موئل صحو. وخم القصائد قد أرخت ساعة الانشطار لمرحلة الزهو بالمرود الكحل. ولا زورت أحاول قدر دمي، أحاول قدر دمي أن أكاشفها. لم تحن بعد وشوشة الزنجبيل. لقد تأتأ الصر، رشي خلاياك
أنت ثريا وصنوبرة الثقلين، فرشي خلاياك. هذا دم الحبل يحرت سفر الخسارة، أعشى بلا صولجان ولا سدنة. أفرغي شحنة الوحم في خلدي، والمرايا السوانح كل الذبالات. رشي خلاياك، تسقط بين يدي هذه الأرض في زي طير، ويتبعني الماء جذلان كالوتريات إلى أخمص القلب سلطنة العشق والجل نار. دكتورة، باختصار، لا أقول شديد لكن باختصار علقي، كان عندك تعليق على الشيء اللي كان يقول فيه. أنا لا أضيف الكثير، ولكن أقول فقط أنه من المسؤول عن هذه الحالة؟ نعم، من المسؤول عنها؟ هل هو الإعلام الصحفي؟ هل هو القارئ الذي لا يدرك الخصوصية والجمالية في النص؟ من الذي يكرس هذه السندويشات أو هذا الفاست فود؟ يعني نعم. بين كل ليلة وضحاها يعني تصير ناس تكتب روايات وإلى غير ذلك. فمن المسؤول عن هذه الحالة؟ هل هي حالة التراكم، حالة الغباء، حالة الخوف، حالة الضعف، هل هي حالة عامة تشترك فيها عناصر كثيرة؟ إذن علينا أن نشخص هذا الواقع الجزائري الذي الأدبي الثقافي الذي لا تحكمه قوانين، ليست له تقاليد، ليست له نظم إلى غير ذلك. هذا الشيء إثارة هذه الأسئلة في حد ذاته مهم، يعني أن نلقي حجرا في المياه الراكدة. أستاذ عبد القادر ميكاريا. سعيد، أولا أشكر محمد الأمين. أنا أعتقد الإشكال تاريخي. النقد في الجزائر لما تأسس في مرحلة معينة بغطاء ايديولوجي معين وبتوجيه فوقي معين، فالنقد بعد الانفتاح أصبح ينظر إليه وكأنه كان شرطيا. الآن النقد الجزائري يقدم خطوة ويؤخر أخرى. لم يخرج بعد الناقد الجزائري أو النقد الجزائري وكأنه يخجل وكأنه يخاف، في حالة مراوحة، في حركة. يعني صراحة في مجموعة من الشباب يحاولون التأسيس لنص نقدي جزائري. أقول رأيي الشخصي، قرأت منه القليل، أقول أنه جديد وجميل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لتكريس فئة، هنا أنا أحمل مسؤولية الأكاديميين. نعم. وهذه شهادة يعني فيها عملية تاع الجميل ورد الجميل بين الأكاديميين. أنا أقولها صراحة، في شيء من المجاملاتية. تطبع، تقام لك دراسات من طرف أصدقائك الأكاديميين، يطبع صديقك الآخر تقام له دراسات من طرف الأكاديميين، وهذه ظاهرة عندها سنوات في الجامعة الجزائرية مع الأسف. أنا مؤخرا كنت في ملتقى، للأسف مؤخرا العام هذا 2015 كنت في ملتقى وطني. صراحة طلع أستاذ أكاديمي يدير في مداخلة حول نص الصديق والأستاذ الأكاديمي الآخر. رأيي لا أقول كشاعر، رأيي كقارئ كمتلقي، النص لا علاقة له بالشعر، لكن المداخلة استمرت لمدة ساعة. والأكيد أنه مثل هذه السلوكات موجودة في شتى المجالات الثقافية والإبداعية والسياسية وغيرها. الآن احنا نناقش هذه القضايا من أجل أن نصححها وأن نبتعد عنها، وأن نقول أنه فيه أشياء أخرى جميلة تستحق أن تدرس وتستحق أن تقرأ. رأيي نترك الشباب يعمل. جميل. عندنا أساتذة وطلبة شباب قادرين يروحوا بعيد بالنقد الجزائري. نترك الشباب يعمل. نتركوا محمد الأمين سعيدي يقرأ. يتفضل. الشاعر عبد القادر ميكاريا قال لك أمتع. إذن شكرا سي عبد القادر. سأقرأ نصا قصيرا. حسرة الغائب.
يضيق المدى حينما ترحلين إلى شارع في الغياب القديم، يضيق كأغنية تتضاءل بعد اختناق المغني، يضيق فتدني إليك النهايات أطرافها، ويناديك صوت حبيب غريب من الجهة الثانية، على وجع تستفيق البدايات في قلبه، ويحاول أن يتذكر أنفاسك الممطرات وغيمات عينيك إذ تمتطي الخيلاء لكي تنضج النبض في قلب عاشقها، فيراها كما بسمة الله تدنو قليلا من العابدين لتشرق أبعد في روح أرملة مسها الشوق للراحل المستريح على ظهر قاتله، ويراك على ظهر قنبلة آتية. هل سيبكيك ذاك الحبيب التغرب في موته، أم يغني لأشلائك القادمات من الحاضر المتردي تراتيل لقياكما؟ ثم يسأل حيرته: هل تغير بوابة الموت حبا عتيقا فتذبل أشجاره؟ كيف ألقى فتاتي التي فجعت بي وقد أجهشت بالرصاص الجهات؟ وكيف أرمم وجها تداعت ملامحه بعد طول الفناء، ويصرخ في باطن ليس يدركه غيره: ليتني لم أمت بعد كي لا أزاول هذه الهواجس، بل ليت هاوية العدم التهمتني لأصبح في جوفها هاوية. هل تراني فيشرق من جهة العالم الحي ضوء بهيج، ويجتاح أعماقه أرج ألفته رؤاه وكذبه جسد من خزف، ثم يسأل في سره: هذه أنت أم عقل آخرتي يتوهم، أم هذه محنة الشوق توقظ أضغاث أحلامها، أم ترى هذه؟ فتجيب الحبيبة: هذه عصافير عشق تقادم، لم تحتمل أفقا فارغا منك فانتحرت، ثم تاهت زمانا طويلا تنقب عن ريح ثوبك في العالمين، وإذ لم تجد أحدا في الجحيم ولا في حدائق عالية في النعيم، تولت إلى غابة في دمائي خائفة ترتجف. شكرا. حان دورك لتمتع عبد القادر المكاري، تفضل. بغداد بكل المدائن بوابة للغريب، وبغداد لا تعشق الغرباء. لكل النساء مجازفة للحبيب، وأنت الفريدة بين النساء. بكل المدائن بوابة للغريب، وبغداد لا تعشق الغرباء. لكل النساء مجازفة للحبيب، وأنت الفريدة بين النساء. سأرحل عن راحتيك بعيدا، وأجفل عند سماع النداء، وإن حاول القلب مدي عشيقا سأوجد للقلب ألف عزاء. فتعذرني الأرض والكائنات، ويفهم عذري حتى المساء، وحتى الطيور التي غازلتني، وحتى القصائد والشعراء. سأرحل أدرك حجم حنيني، ولكنه الحب والكبرياء. سأنصب بينهما
بيت شعري أميل لأيهما الشعر شاء، لأيهما يرجح الشعر حتما، سيحتمل القلب طود عناء. إذا اختارك الأرض تكبر فيه، وينمو على شفتيه الغناء، تلون أيامه بالربيع، وتخضر أحلامه بالرجاء. إذا اختار بغداد فلتعذريه، فبغداد تاريخنا للبكاء، تطوف هزائمنا رافديها، ويسبح تاريخنا بالدماء. وبغداد ظلت برغم التتار ورغم الخيانات رغم البلاء منارتنا للعبور الكبير، ونجمتنا ليلة تدجي السماء. وكنا إذا ما العظيم ادلهم وعز على ذلنا الاحتماء، نفيء إلى ظلها للهناء، فتوسم أيامنا بالهناء، فنغرف من عزها ما نشاء، وتستر من عيبنا ما تشاء. وهان الزمان فهن وهنت وخناك عاصمة الكبرياء، ويا بنت عز الرشيد العظيم وحاضنة العلم والعلماء. سقطت تناثر عني جبيني، وأعوزني الشعر والأصدقاء. وكنت شكوتك بيروت قبل، وعلقت للقدس شهد عزاء. فمن يتفهم شكواي فيك، ويمنحني اليوم بعض البكاء. أأشكوك للأرض والأرض تهوي، وتهوي على الأرض هام السماء. ولو تدرك الأرض حجم السقوط، تغير شكل الهوى والهواء. صريع الخيانات قلبي، وأنى لقلب صريع يجيد الغناء. شكرا. يعطيك الصحة عبد القادر، أمتعت وآنست. دكتورة خيرة، أعطينا مقطع سأقرأ مقاطع يكون مسك ختام. سأقرأ مقاطع من مرثية الرماد. تفضلي. أسكب سحبي لأروي كرمة العطب، أمضي في القداسة مثل ضفائر أمي لم يرها غريب، أطفو فوق الشلال عطر أو لهيب، يخطفني برق ويحملني مغيب، مثل طائر حلق ليرى الأرض ياقوتة، فرأى ما يكفيه من الظلام. شاعر مل الكلام، ما الذي ينبغي للكلمات أن تقوله حين يتسلل الشعاع الوحيد خارج الغرفة الباردة؟ حدثنا تاغور عن الحكمة وعن الصمت، وعن نهر الحقيقة اللانهائي، وعن الزهور التي ليست على موائدنا. وحين بلغ قلوبنا الطيبة انحنى في زهرة اللوتس واعتذر للكلام. أبحث عن صحراء لا يقتل فيها طرف ابن العبد، وعن غابة خضراء لا يهزم فيها قلقامش، وعن ليل امرئ القيس حين داهمه السيل لم يرى موته لكنه بلغ الهاوية. شكرا. شكرا جزيلا الشاعرة الدكتورة خيرة أحمر العين. الشكر أيضا موصول الشاعر المتألق دوما القادر ميكاريا. شكرا أيضا للشاعر محمد الأمين سعيدي الباحث أيضا في النقد الأدبي وفي المنجزات الشعرية المعاصرة. الشكر موصول أيضا للكوكب الرائعة التي رافقتنا الليلة في ليلة الشعراء، الأستاذ الشاعر سليم دراجي، نورا تومي،
الشاعر خالد شهلال، الشاعر نور الدين مبخوتي، لا ننسى رفيق القصيدة، رفيق القوافي، الأستاذ الفنان محمد حدادين. الشكر أيضا موصول، لا أسميهم جنود الخفاء وإنما جنود الجمال والضياء والفرح والشعر والمعنى، فرسان هم أيضا الفرقة التقنية على رأسهم المخرج حسين بن عطا. الشكر لكل الذين يساهمون في إنجاح برنامج ليلة الشعراء كي يكونوا دائما على موعد مع الجمال ومع الصدق. كما ذكرت في أثناء البرنامج القصيدة التي يقول فيها ناظم حكمة: إن أجمل البحار هي التي لم نذهب إليها بعد، وأجمل الأطفال هم الذين لم يكبروا بعد، وأجمل ما أود أن أقوله لك لم أقله لك بعد. ليلة الشعراء دائما تبحث عن الجمال المستحيل، عن الصدق وعن المحبة وعن الفرح. دعونا نختتم مع المطرب الجميل عبد القادر عدة: تصبحون على الفرح. تازي بلاوي فنوق رفطاوي سماع في القهاوي والطحطاحة كاملة يا وقهوة قلاطي عليها ما هو خاطي شعبي غلاطي وزين الأفعال عند حبيش السهرات ما ننساهم هيهات تاي شربات وقهوة طبعي لطاولة يا روح للقلعي زاير قاعدة فوق حصاير والشيخ عنده سهر كسبو قلالة يا وقهوة لطرش بيان اتحاد شباب وهران سراول وقوصان الوان بيضة وكحلة قهوة ترقيبي شباب كيف مربي خاوة ولاد النسبي سلوب وشعالة قهوة بالصحراوي الفن البدوي معدل ومساوي في كل مسالة يا واسمع داك المنشود في قهوة ولد مقدود وارد فوق طاولة مشدود ورود بالتخبالة سيدي زين الميدان وقدور ولد الخيال والقصايدة في الخصال ما فيه تبدالة عند الوزاع جلسة حلوة قهوة صافية متلوة فجل عريض بو علوة وبالمظهر شالة يا واصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود بالكرابيلة اصحاب البارود واصحاب البارود اصحاب البارود بالكرابيلة